أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح الدفاع الذاتي. يمكننا تعريف الدفاع الذاتي على أنه من أهم التفاصيل والخصائص التي تعبر عن المجتمع الأخلاقي والسياسي، فالمجتمع الذي يعجز عن حماية نفسه أما أن يخسر صفاته الأخلاقية والسياسية، وفي هذه الحال يكون المجتمع قد استعمر فينصهر ويتفسخ، أو أنه سيقاوم لاسترداد صفاته الأخلاقية والسياسية ولتفعيل وظائفه، ويستحل الدفاع الذاتي مكانا مهما في أجندة المجتمع كمطلب اجتماعي ضروري. وفي مرافعة القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية، وتحت عنوان النظام الدفاع الذاتي في الأمة الديمقراطية، يوضح القائد عبد الله أوجلان مصطلح الدفاع الذاتي كالتالي: لكل نوع في عالم الكائنات الحية نظام دفاعي خاص به، وما من كائن حي بدون آلية دفاع، بل وبالمقدور اعتبار المقاومة التي يبديها كل عنصر أو جسيم في الكون للحفاظ على وجوده دفاعا ذاتيا، إذ يبدو جليا أنه لا يمكن إيضاح مقاومة إزاء أي عطل أو خروج من الكينونة إلا بمصطلح الدفاع الذاتي. وفي حال فقدان تلك المقاومة فإن ذلك العنصر أو الجسيم يفسد ويخرج عن كينونته ويتحول إلى عنصر آخر مغاير. أما في عالم الكائنات الحية فمجرد تحطيم حصن الدفاع الذاتي فإن ذلك الكائن يقدو فريسة سهلة للكائنات أخرى أو يموت، ويسري النظام عينه بشكل أكبر على النوع البشري والمجتمع البشري، إذ لا يستطيع نوع لطيف كالإنسان وكيان منفتح على المخاطر كالمجتمع البشري أن يحافظا على وجودهما مدة طويلة من الزمان في حال غياب الدفاع الذاتي المعني. فالدفاع لدى النوع البشري مجتمعي بقدر ما هو بيولوجي، إذ يعمل الدفاع البيولوجي بغرائز الدفاع الموجودة في كل كائن حي. أما في الدفاع المجتمعي فجميع أفراد الجماعة يلوذون عن أنفسهم بشكل مشترك، بل ويطرأ التغيير المستمر على تعداد المجموعة وشكل تنظيمها وفق ما يتوفره فرص الدفاع الذاتي، وعليه فالدفاع وظيفة أصلية في المجموعة، بحيث لا يمكن للحياة أن تستمر من دونها. وكما هو معلوم فالوظيفتين الأصليتين الأخريتان في عالم الأحياء هما تأمين المأكل والتوالد، فكلاهما يستحيل على الكائنات الحية أن تستمر بحيويتها دون مأكل أو توالد، فمحال عليه الاستمرار بالحياة من دون الدفاع الذاتي أيضا. النتيجة المهمة الأخرى التي باستطاعتنا استخلاصها من موضوع الدفاع الذاتي في عالم الأحياء هي أن الدفاع يهدف فقط إلى الحماية الوجود، وأنه يخلو من نظام الاستعمار وبسط النفوذ على أبناء الجنس الواحد أو على الأنواع الأخرى من الكائنات. وقد طورت أنظمة الاستعمار والحاكمة لأول مرة عند الجنس البشري، وما يلعب دوره في ذلك هو النماء الذهني لدى النوع البشري والاستحواذ على فائض الإنتاج ارتباطا بذلك، مما يفضي إلى توفير فرص الاستعمار. وهذا ما يؤدي إلى ضرورة حماية قيم الكدح إلى جانب اللواذ عن الوجود، أي أنه يؤول إلى إشعال فتيل الحروب الاجتماعية. ولطالما تحلى الدفاع الذاتي بالنسبة لشعوب المنطقة بأهمية عظمى على مر التاريخ، وخاصة الشعب الكردي، نظرا للظروف الممارسة التي مروا بها، حيث تعرضوا لهجمات متواصلة كونهم الوارثين الأوائل للمجموعات التي شهدت الثورة الزراعية بأعمق حالاتها وأطولها. ففوائض الإنتاج الناجمة عنها في الهلال الخصيب كانت تفتح شهية الطامعين وتجذبهم على الدوام، وقد مرت آلاف الأعوام بهذا المنوال. فكلما طورت نظم المدينة المرتكزة
على فوائض الإنتاج بدأ عهد الهجوم الممنهج بالظهور من قبل القوى المعتمدة على بنى المدينة والطبقة والدولة. وهكذا لم تقب أبدا الهجمات المباشرة والغير مباشرة لعدد لا حصر له من قوى المدنية، والتي استهدفت المنطقة والأراضي نفسها، بدءا من المدينة السومرية وصولا إلى أمريكا بصفتها آخر قوى مهيمنة في المدنية السائدة في يومنا الحالي. لذا يشكل موضوع كيفية ضبط الدفاع الذاتي بنهج دائم بندا مهما لا يمكن الاستغناء عنه ضمن برنامج بناء الأمة الديمقراطية في كجكة. فسياسات الإنكار والإبادة والصهر الجديدة التي لن تتقاعس الدولة القومية عن تنظيمها كلما سنحت لها الفرصة بوصفها احتكارات القوى المسلحة الوحيد. بالتالي فرضت طابع الاستدامة على نظام الدفاع الذاتي في كجكة. لذا يتعين أن يقوم المجتمع الكردي بذات نفسه على تدبير شؤونه الأمنية، حيث أن تمكين الأمن الداخلي وتلبية متطلباته بأنسب الأشكال غير ممكن إلا في حال قيام المجتمع بها بذات نفسه. ومن هنا نستنتج أن تشكيل كيان الدفاع الذاتي وممارسته والحفاظ عليه جهازا فعالا هو شرط لا بد منه في كينونة المجتمع الديمقراطي والاستمرار بوجوده، حتى ولو بما يكفي للحد من اعتداءات احتكارات رأس المال والسلطة كحد أدنى. ونظرا لأنه سيتم العيش مع أجهزة رأس المال والسلطة لأمد طويل وبشكل متداخل، فمن المهم عدم الوقوع في خطأين. الخطأ الأول هو تسليم المجتمع أمنه الذاتي للنظام الاحتكاري كأن تأتمن القطة على الكبد، وقد ظهرت النتائج المدمرة لذلك من خلال آلاف الأمثلة. والخطأ الثاني هو العمل على التحويل الفوري إلى جهاز سلطة مقابل للدولة، بكلمة سر فحوها أن تكون كالدولة. وتجارب الاشتراكية المشيدة منيرة كفاية في هذا المضمار. من هنا فالدفاع الذاتي الثمين والفعال سيبقى عنصرا لا يمكن التقاضي عنه في الحضارة الديمقراطية تاريخيا كان أم في راهننا أم مستقبلا. إلى هنا نصل لنهاية مصطلحنا لهذا الأسبوع. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم سالمين.